أمل مر أم مقدمة انتفاضة شعبية بعد أيام أمر؟ من الآن بدأت النقمة، تارة عبر أغاني هادفة، اسأليني على الغلابة واسأليني على التقال، اسأليني على الديابة واسأليني على الفساد، وتارة أخرى عبر مظاهرة غاضبة. قانون الخدمة وزير التخطيط أشرف العربي. حصلت القاهرة على طلبها بعد مفاوضات مع الصندوق المعروف بشروطه القاسية وغير الرحيمة على الطبقتين المتوسطة والفقيرة. قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بفوائد عالية عكس ما تقوله السلطات. تبرر الحكومة اللجوء إلى القرض بحاجة البلد لحزمة قروض بقيمة 21 مليار دولار لاستكمال خطتها الإصلاحية، ومنها مشاريع الصرف الصحي والكهرباء. تستخدم مصطلحات تخفي حقيقة الأزمات التي تنتظر المواطن المصري والطبقة العاملة. تتحدث عن سعر مرن بدل تعويم الجنيه المصري، وتقول ترشيد عند رفع الدعم عن قطاع الخدمات الأساسية، وتسوق طلبات أو شروط صندوق النقد الدولي على أنها موافقة على البرنامج الإصلاحي المصري. استبقت القاهرة المفاوضات مع الصندوق بفرض إجراءات مؤلمة، منها رفع أسعار السلع والخدمات وفرض ضريبة القيمة المضافة وإقرار قانون الخدمة المدنية في البرلمان المشكوك في شرعيته. هل صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد لمنع انهيار الاقتصاد المصري الذي أدخل غرفة الإنعاش منذ سنوات؟ ألم تكن مليارات الدول الخليجية للرئيس السيسي كافية لتعافي الاقتصاد؟ يتحدث خبراء الاقتصاد عن مبادرات بديلة كان يمكن الاعتماد عليها بدل اللجوء إلى قرض ينذر باحتجاجات غير مستبعدة. من بين تلك المبادرات مراجعة ما يوصف بالمشروعات الكبرى وتأجيل بعضها، مثل مشروع العاصمة الجديدة، تشغيل المصانع المغلقة التي تقدر بالآلاف، وبدل ضريبة القيمة المضافة يؤخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل، ويعاد العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة. تبني هوية نقدية جديدة للجنيه، وذلك عبر تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه بسلة عملات بدلا من ربطه بالدولار الأمريكي فقط. الحد من هيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد التي يقول الملياردير نجيب ساويرس إنها تتراوح بين 40 و 45%، واستنادا لمنظمة الشفافية العالمية تصل 60%. الأزمة لن تحل بضخ أموال شروط تسديدها سيدفع ثمنها مرة أخرى العامل البسيط المنهك أصلا من تهاوي الجنيه ورفع الدعم عن بعض الخدمات والمهدد بالتسريح طبقا لشروط الصندوق. يبدو أن مصر في حاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى محاربة الفساد وعيش وحرية مسلوبة وعدالة اجتماعية غائبة تماما.